الكابتن حسن شحاتة طلع مع مهيب عبد الهادي بيقول ان نادي الزمالك طوال تاريخه بيتعرض لظلم تحكيمي، واستشهد بهدفه اللي اتلغى في مباراة النادي الاهلي موسم 81-82، والاهلي حصد بطولة الدوري في الموسم ده بفارق 3 نقاط، كان الاهلي 40 نقطة والزمالك كان 37، والمباراة دي انتهت بالتعادل. يعني حتى لو كان هدف كابتن حسن شحاتة في المباراة دي اتحسب، كان برضو الاهلي هيبقى 39 نقطة، لان وقتها كان الفوز بنقطتين، كان الاهلي هيبقى 39 نقطة والزمالك 38 نقطة، وكان الاهلي برضه هيبقى بطل الدوري. تعالوا بس نشوف الفيديو ده لحالتين اتنين في مباراتين في موسمين مختلفين، واحدة قدام غزل المحلة وواحدة امام المنصورة، ونشوف الزمالك كان بيتم احتوائه ازاي من زمان، ونرجع نكمل الفيديو بتاعنا مع بعض تاني. الزمالك مفيش اوفسايد، خطيره جدا، كرة التاني يا سلام عليك يا زيكو، لكن تخبط في العارضه، مش ممكن، مفيش حظ للزمالك، ما تعدتش دي، مش ممكن تكون تخطط لا جول. الحكم المساعد بيقول تخطط، ازاي شافها؟ انما عمرو زكي يقول لك جول جول جول. هنشوفها تاني، عمرو زكي والكوره ما دخلتش يا حبيبي. علي سالم وحكم اللقاء بيقول قريب وما فيهاش حاجه. برافو عصام عبد الفتاح، تماس لصالح الزمالك، لعبت بسرعه طارق السيد داخل منطقه الجزاء، خطر واتعملت لاسامه نبيه، وخمس اسامه نبيه حولها فريق المنصوره. ادي علي سالم واشتراك طارق السيد معاه في الكره اللي فاتت دي، راحت في المرمى، وادي انفراد لعبد الرحمن فهمي، اتلعبت حلوه قوي، وهدف لكن في تسلل على رجب محمود. الحرس بيحرزوا الهدف ده على الاقل كان بيحسن بصورته. لكن شفنا الحالتين دول نقطة في بحر حالات كتير جدا، انا لو جبتها هحتاج فيديو طويل قوي عشان يكفي كم الحالات الزمالك كان بيتجامل فيها تحكيميا من زمان. كابتن حسن شحاتة اللي طالع بيقول لك الزمالك بيتظلم وعايش في جو نظرية المؤامرة الكونية اللي الزملكاوية عايشين فيها، هو كابتن حسن شحاتة اللي طلع مع استاذ ابراهيم عيسى وقال لك ان حته التعرض للظلم او المظلوميه اللي بيتعرض لها نادي الزمالك ده وهم في دماغ الزملكاويه، فالطبيعي ان هو يغير كلامه. زي ما ميدو هو برضه اللي طالع بيقول لك الزمالك بيتعرض لمؤامرات وظلم طول تاريخه، هو برضه ميدو اللي قال لك انا هفضل ورا جماهير نادي الزمالك لما تشيل من دماغها حته نظريه المؤامره الكونيه. يا جماعه لازم تحطوا في اعتباركم ان حته نظريه المؤامره الكونيه دي حاجه راسخه في جماهير نادي الزمالك من قديم الازل، واي حد هيخالف القاعده دي او النظريه دي هيبقى متزملك وخاين، فما فيش اي حد هيقدر يغير الفكر ده، ولا حد هيقدر يغير من نظرتهم دايما باستمرار بحته المظلوميه. ليه؟ هم عايشين على الحته دي، زي ما قال المتحدث الرسمي السابق بتاعهم دردير، ان لازم يدعوا المظلوميه عشان ياخدوا حقوق اكتر من حقوقهم. عامة ربنا يديم علينا فكركم، ودايما باستمرار تفضلوا مشغولين بنظرية المؤامرة الكونية وادعاء المظلومية، لأن هي دي الحاجات اللي بتشغلكم وبتخلي الأهلي دايما مركز في انتصاراته وبطولاته وإنجازاته، ولا بيحط في اعتباره كل الكلام اللي انتوا بتقولوه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.